ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني بجد. النهارده بقى معانا كده فكرة كده بسيطة وسهلة، وتنفع اي بنت تعملها، كبيرة صغيرة، ست متجوزة، اي حد ممكن يعملها. وبعدين احنا هنا معانا 2 لفة جلاش، معانا كيس لبن نيدو، ومعانا جبنة قريش، ومعانا زيتون مخلل من بيتنا احنا. كل دوت حاجات توفر لك ان انت ممكن تعملي صينيه، ممكن صينيه جلاش تفطري بيها، تتعشي بيها عشوه بسيطه، ومش مكلفه. فاهميني؟ الحاجات دي ممكن تبقى ببيتنا، ممكن لا، على حسب. احنا عندنا الحاجه، ما عندناش الحاجه كلها، نشتري مثلا اللي عندنا، الكلام ده كله. انا هنا كنت جايبه سمنه، وجايبه لبن. ماشي، هقلبهم في بعض كده. وبعد كده انا اصلا غلطت ان انا ما سيحتهاش الاول، فطبعا هروح اسيحهم بعد كده، هاجي اعملهم تاني. المهم دلوقتي بص، سيحتها كده بالطريقه ديت عشان خاطر اللبن مع السمنه يخلي الجلاش يبقى طري. ومعايا كمان بقدونس، ومعايا فلفل انا مقطعاه. اول حاجه، انا ليه جبت الحاجات ديت؟ الحاجات دي جبنه القريش مفيده جدا، اللبن، نيدو، الحاجات ديت، لو انت كلها حاجات مفيده. الزيتون انا كنت نسيت اجيب زيتون، بس فكرت ان انا كده كده، طب ما انا مخلله زيتون، اروح اشتري ليه. خدت طبق كده زيتون حلو، ورحت غسلته، وقلت اقطعه ويبقى هو يعني. فاهمني؟ والجبنه القريش كنت جايبه الربع ب10، والجلاش كنت جايبه اللفه ب6، جبت 2. وكيس النيدو دوت ب5، وكنت جايبه ربع سمنه كان عامل 12 جنيه. بس يعني كلها، حتى لو انت هتشتريها كلها برضو مش هتبقى كتير. وعايزه اقول لكم على حاجه، المقادير دي كلها لصينيتين، يعني مش صينيه واحده، انا عملت صينيتين عشان خاطر قلت ايه، ممكن نتغدى منها، ممكن نتعشى، لو اتبقى منها حاجه ممكن انا افطر بيها كده يعني. بس بصوا بقى، بقطعه كده عشان خاطر يبقى زي كأننا ايه، جبته كده شرايح وقطعته. بصوا والله اكنه يعني جايباه جاهز. ايه رايكم في الفكره ديت؟ يعني ما تغلبيش يعني على حاجه وكده. بصوا بقى دوت اللي هي البذره بتاعته. خلصت بقى كده خلاص الزيتون، قطعته وغسلته عشان خاطر الليمون اللي كان فيه والحاجات ديت. هاخد بس شويه كده عشان احطهم في الحشوه، واجيب الجبنه القديمه القريش اغسلها. بصوا ده اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو البقدونس والفلفل. البقدونس انت هتقطعي كده البتاع اللي هي من فوق، مش هتحطي اللي هي من اولها يعني، لا، هتاخدي الورق بس كده علشان خاطر ما يقرقش معاكي. بس هنزل بقى، هغسل الجبنه، وبعد كده اجيبها احطها في الطبق، وهرسها كويس، وافضل بقى اقلب حبه حلوين كده عشان اتاكد ان كله دخل في بعضه. وكمان هنزل عليها بشويه كمون، مش هحط حاجه تانية. لو الجبنة بقى مثلا ايه ملحها مظبوط وكده، فممكن تحط سنة ملح، مملحة، يبقى هي كده حلوة. فاهميني؟ بص هفضل بقى اعمل كده. عملت كده انا الخلطة ديت لاتنين، عشان فاهميني، في بولة واحدة كده، ويبقى الاتنين مع بعض، من غير بقى يعني مش بص، هو من ضمن التغيير ومفيهاش تكلفة. يعني ممكن تعملها باللحمة، ممكن تعمل، بص الجلاش ده بالذات ليه 100,000 طريقة، 100,000 طريقة ممكن تعمليها. مش اللي هو ولا سكر بقى يعني، ولا مسكر، ولا حادق، لا، الاتنين لهم كذا طريقة ممكن تعمليها. فده احلى حاجة في الجلاش. وبعدين هو كمان كان ارخص كمان من كده، يعني كان ب6 جنيه كده غالي، كان ارخص، فكان سهل ان انت تجيبيه في اي وقت وتعمليه. فاهميني؟ بس دلوقتي بقى اروح اجيب بقى اسمها ايه، الصينيه اللي انا هعمل فيها، وهجيب بقى اول لفه. بصي بقى، انا الحركه ديت قصدت ان انا اعملها عشان اعرف هتبقى حلوه ولا لا. ان انا هفتح الجلاش،
وهدن بتاع مي الصينية سمنة ولبن. وبعد كده هقسم الجلاش على نصين، نص هحطه ونص هخليه، يعني فاهميني؟ بصوا انا عملت ايه، عملتها كده خلاص. قلت اجرب لو انا ما دهنتش كل راق وراق زي ما انا متعوده، ايه اللي يعني هيجرى لما انا احط كميه مثلا سمنه ولبن وكده وانزل بالنص، وبعد كده اعمل احط النص التاني على طول، فاهميني؟ بصوا انا عملت كده اهو، حشيت يعني ما عملتش فيها اي حاجه ولا سمن، ده كل ده النص اللي هو الاولاني. هنزل بقى ايه بشويه كده برضو سمنه ولبن. بس كده بتاكد ان كله شربها، عشان انا طبعا ما سقيتش ولا راق، فعايزه اتاكد ان كله اتشرب. هنزل بقى بنص كده التشكيله اللي انا عملتها ديت واوزعها. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، لما انا عملت الحركه ديت هي في الاول كانت حلوه، يعني اول ما تطلعها من الفرن كانت جميله ومهشه وطريه وكل الكلام ده كله. بس بعد ما بتقعد تحس كده ان هي الرقات على يعني كل ناحيه لوحدها، يعني النص اللي فوق لوحده، النص اللي تحت لوحده، فاهميني؟ هي كانت جميله، بس انا مش هعمل الحركه دي تاني، فاهماني؟ يعني الحركه ديت انا لو مثلا الا مثلا لو انا مستعجله ومتاكده ان الصينيه دي هتتاكل في ساعتها، لكن لو انت هتعملي لحمه او هتعملي حاجه وخساره ان هي تعمل منك، فلا ما تعمليهاش، واعملي زي ما انت مثلا متعوده كل 3 رقات كل رقين، فاهماني؟ انا استسهلت وقلت اجرب وهشوف ايه النتيجه. وبصراحه هقول لكم، يعني مش هكدب عليكم واقول لكم لا جميله وجربوها ومش هتندموا، لا، لو عجبتكم لو عجبتني هقول لكم. فانا كانت حلوه في الاول، في الاول بس، لكن لما قعدت لحد مثلا بالليل جيت لقيت الحته اللي تحت اللي هي بتاعه الحشو تحت لوحدها والحته اللي فوق لوحدها، فاهماني؟ مش زي ما انت مثلا بتقطعي الجلاش كده وتلاقيه كله مع بعضه ورقه ورقه ورقه، يعني متروق، يعني اسمها ايه، رقات كده. فلا ما لقيتش كده. بصي بقى هقطعها عادي. هو على فكره هو اتاكل، بس انا بكلمك انتي عشان خساره ان انت مثلا، يعني مثلا انا مش مكلفاه قوي، فلما انت مثلا تجيبي مثلا لحمه او بانيه او اي حاجه هتحشيها فيه، فيبقى كده لا، فحرام يعني، عشان ممكن تعملي ضيوف تعملي لحد، فيبقاش بايخ معاكي. بص بقى انا عملت ايه، بقيت شويه زيتون وشويه فلفل، وقلت بقى ارشهم كده على الوش. انا طبعا بعد ما قطعته حطيت فيه اللي هو ايه، اللبن والبيض، ماشي، وشويه رشه فلفل اسود عشان الزفاره وكده. دول بقى اتبقوا معايا، قلت بقى ايه ارشهم كده اعمل منظر، يبقى برضو ايه منظره بقى شكله لطيف. بس انا بقى بعشق الجلاش بعشقه. بس بقى بقيت اعمل مثلا لو انا هعمل مكرونه بشاميل ممكن اعمل معاه جلاش، دلوقتي ما بقيتش اعمل الجلاش، بقيت اعمل رقاق واطلعه زي الجلاش. عايزه اقول لكم بيبقى تحفه تحفه. بصوا بقى كانت حلوه ازاي. عايزه اقول لكم بقى الجبنه القريش بقى كانت بصوا بقى دايبه كده، فاهماني؟ بتبقى هي اصلا ماسكه نفسها. لما دخلت بقى الفرن مع السمنه واللبن والحاجات ديت، كنت بص تاكلي كده الجلاش، لا كان بجد اخر جمال. بصوا كانت حلوه قوي. البيت بقى عمل طبقه كده يعني بصي كانت اكله احلى حاجه فيها ان هي مغذيه، بجد فيها كل حاجه تغذي اطفالك ويفرحوا بيها، وجميله جدا. بصوا طريه، بصوا وانا بقطعها طريه. سيبكوا بقى من الحرف وكده، ولكن بصوا من النص دي بقى كنت هنساها والحمد لله لحقتها يعني.
اقعد بقى اقطع بقى كده. ان كان نفسي ادوقها وكنت جعانه جدا مستنياها تطلع. قلت بقى عشان ايه مش عايزه اشبع وما ادوقهاش. فكانت عجباني قوي. وكانوا العيال فرحانين بيها قوي. وجوزي بس جوزي عشان بالجبنه مرضيش ياكلها. عايز الحاجات الحرشه. بس عادي اتاكلت برضه، ها عيب عليكم. مين اللي هياكل الصينيتين؟ اصلا هو جه لي انا واكلين صينيه. والله. هو مفكر انا كنت عامله واحده بالبانيه وواحده بالجبنه. قلت له لا يا حبيبي، الاتنين زي بعض. احنا نهزر. دي تزعل وتقول دي اشمعنى انت عملتيني انا بالجبنه، ودي تقول لي اشمعنى انت عملتيني انا بالفراخ. لا مينفعش. الاتنين يبقوا زي بعض. بس كده. اقعد بقى اقطعها. كنت جايبه بقى ايه، بطاطا. قلت بقى اشويها. بصوا بقى كان عامل ازاي. بصوا الرقات كانت ماسكه ببعضها ازاي قصدي. ولا انا عشان خاطر سقيتها كتير. انا مش عارفه هو العيب من ايه. يمكن انا عشان سقيتها كتير لبن وسمنه، فاللبن طراها قوي. فاهميني قصدي. بصوا بقى البطاطا المشويه. لو هتشوي بطاطا هاتيها رفيعه عشان ما تاخدش وقت منك في الفرن. ما تجيبهاش التخينه. ولو بتحبوني اعملوا لايك.